كالعاده وربنا ما يقطع لنا ولا يقطع لكم عاده، الاهلي بياكل الترجي في رادس علقه جديده عشان تتضم لكل العلق القديمه. بعد الماتش على طول واحد من المتابعين المحترمين بعت لي السكرينه دي، فانا عايز بس ارد عليه قبل ما ادخل في الموضوع. فسكه ودغري يا كابتن خالد عشان نقصر ونجيب من الاخر، لو انت شايف ان الترجي فريق ضعيف عشان خسر من الاهلي 3، فالزمالك خسر من الاهلي 3. اما بقى لو شايف ان الترجي فريق ضعيف عشان خسر على ارضه من الاهلي في استاد رادس، فعايز اقول لك ان دي مش اول مره الترجي يخسر من الاهلي في رادس. الاهلي كسب اخر 7 ماتشات في رادس بين الاهلي والترجي، الاهلي كسب 6 ماتشات هناك. ولو عايز تقول بقى ان نسخة الترجي السنة دي هي اللي ضعيفة، فعايز اقول لك انه صعد اصلا متصدر مجموعته على حساب الزمالك، ومش هو لوحده كمان، ده كمان كان معاه شباب بالوزداد اللي صعد برضه على حساب الزمالك. ولو انت شايف يعني ان الاهلي محظوظ لان الترجي يلعب بالبدلاء، فعايز اقول لك ان بدلاء الترجي اكيد احسن من بروكسي دورتموند اللي الزمالك احتاج التحكيم عشان يعرف يعديه، واللي بيلعب في دوري الدرجه الثانيه لمصر. فولا هو حاجه جديده ان الاهلي يكسب الترجي في رادس، ولا هو جديد عليك انك كل لما فريق يفقعك ترجع تقول عليه ضعيف عشان الاهلي كسبه. فتعالى بس اقول لك حاجه، الترجي مش فريق ضعيف، الاهلي هو اللي مرعب. معاكم احمد السباعي من نص الملعب، والنهارده هنتكلم عن مباراه الترجي والاهلي في رادس. وقبل ما نبدا في الفنيات برضو عايز اوجه رساله للكابتن خالد الكوربي، واللي قال على الاهلي قبل المباراه فريق متواضع. يا كابتن خالد يا كوربي مارسيل كولر بدأ زي كل مباراة وكالمعتاد 4-3-3 المعتادة بتاعته. شناوي في حراسة المرمى، قدامه ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول. قدامهم في مركز 6 كان بيلعب مروان عطية، وقدامه 2 كان بيلعب ديانج وكان بيلعب حمدي فتحي، لكن في أغلب الأوقات كان ديانج بيميل لورا وحمدي فتحي بيحاول يضغط من قدام شوية. ثلاثي الهجومي كان بيرسي تاو رجل المباراة، وقدامه كهربا، وعلى شماله حسين الشحات. الفريقين مبدئيا قرروا ان هم ما يلجأوش ابدا للضغط العالي. نبيل معلول كان بيضغط ضغط منخفض، ونفس الموضوع برضو مارسيل كولر كان بادئ بان هو يبدأ مستني في نص ملعبه وما يضغطش. ولكن من اول لحظه ومن اول ما الفريقين بيمسكوا الكوره كان باين جدا ان مارسيل كولر عارف بالظبط هيعمل ايه. فمن اول لحظه كان مارسيل كولر بيلعب على بن حميده الباك ليفت بتاع الترجي التونسي، لانه بكل بساطه كان شايف ان هو ثغره، رغم ان يعني بن حميده هو بيلعب اساسي لفتره كبيره ومش اول مره يعني يلعب في المركز ده. على الجانب الاخر كان الترجي التونسي من اول لحظه وفي الدقيقه 5 بيلعب اول كره طوليه ونازلين من بره الملعب، ولا قاريين تعليمات مدربهم ولا حاسين بنفسهم في الملعب، وتقريبا مش مركزين خالص. فلو انت من الغلابه الطيبين اللي فاكرين ان هدف بيرسي تاو جه صدفه، فانا عايز اقول لك ان الثلاث 4 محاولات اللي حصلوا قبل الهدف من ناحيه الشمال بتاعه الترجي من ناحيه بن حميده، الموضوع استمر بعد الهدف حتى في الدقيقه 10 كمان محمد هاني بيروح يخترق من نفس الجبهه، وتقريبا كده كولر كان نازل يرمي ناحيه الجبهه دي. الموضوع ما كانش بالمباشره دي طبعا، هو كان بيحضر اللعب ناحيه الشمال وينقله فجاه ناحيه بيرسي تاو، مستغل يعني ان الباك ليفت بتاع الترجي ما كانش بيغطي كويس في العكسيه. اللي تاو برضو ما فنشهاش يعني احسن فينش، ولكن حارس المرمى كان ليه دور كبير جدا في ان الكره دي تتسجل هدف عشان يبدا الترجي في محاولات الظهور. وفي اول الدقيقه 12 كانت اول عرضيه للترجي في المباراه، واول حاجه نشم فيها ريحه خطوره، واللي اتحولت لضربه ركنيه. ولما اتلعبت الضربه الركنيه كالعاده، وزي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت، خلي بالك من الضربات الثابته بتاعه الترجي التونسي، الكرة اتلعبت على القريبة وتريحت لتوجاي على البعيدة، وكان المرمى خالي تماما وهو ضيعها. فيعني من اول لحظات الماتش لغاية الدقيقة 20 تقريبا واضح جدا ان الفريقين في فرق كبير جدا في تجهيزهم، في فرق بين مدير فني مجهز لعيبته كويس قوي للماتش واهلهم نفسيا وبدنيا للمباراة زي مارسيل كولر، ومدرب تاني صعبان عليا بصراحة هو نبيل معلول، لان صدقني مهما عمل مع اللعيبة دي زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت كل الفروق في صالح الاهلي، سواء كواليتي اللعيبة او كتيم او حتى طرق اللعب. واوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان الغيابات هي اللي اثرت في الترجي، لان مع كامل احترامي مفيش غير لعيب واحد بس هو اللي كان مؤثر، هو حمدو الهوني. وحمدو الهوني ده في افضل مستوى ليه كان السنه اللي قبل اللي فاتت، ولعب قدام الاهلي رايح جاي ما عملش اي حاجه. فالمعضله يا صديقي في الاهلي مش في اي حد تاني، الاهلي لو فايق صدقني محدش ينفع يقف قدامه، الاهلي لو مديره الفني مركز في الملعب وقاري كويس قوي مشاكل الخصم فين، عمر ما حد هيقدر يقف قصاده في القاره دي. وده مش من النهارده، ده من يوم ما بدأ التاريخ لحد النهارده ولحد ما التاريخ ينتهي. ناسي حاجه؟
طيب، لو انت بتتابعنا من على الفيسبوك الله يكرمك اعمل فولو للصفحه، ولو انت بتتابعنا من على اليوتيوب فاعمل سبسكرايب بعد اذن حضرتك للقناه، وكده كده اخبط لايك واكتب لي في الكومنتات بقى توقعاتك لماتش العوده، هل الموضوع انتهى ولا لسه فيها كلام؟ وعشان تتاكد ان كولر كان مذاكر، في الدقيقه 26 كان في اول ضربه ثابته للترجي واللي اتلعبت لتوجاي على الجنب في منطقه ال 18، ودي اللي عملها الترجي اكتر من مره في اكتر من ماتش، ولكن كولر كان حافظها ونزل عليها فبالتالي افسدها بمنتهى البساطه. ودي كانت في نفس الدقيقة اللي راح بيها كهربا انفراد على المرمى تماما لوحده وضيع. وطبعا انا متنرفز كده لاني متاكد كويس جدا ان كولر كان مركز على الحته دي وكان عارف كويس قوي، زي ما انا قلت اصلا في الحلقه اللي فاتت، ان قلبين الدفاع بتوعهم بيرتدوا بصعوبه جدا او بيرتدوا ببطء جدا، خصوصا يعني لما يكونوا هم ضاغطين لقدام لان هم عايزين يعوضوا. وفاكر كويس ان انا قلت ان احنا نقدر نستفيد بده في رادس، لان قلبين الدفاع بتوعهم بيرتدوا بمنتهى البطء. وكهربا لحد ما الشوط الاول خلص كان تقريبا اسوأ لاعب في الفريق، او مش تقريبا، هو فعلا كان اسوأ لاعب في الفريق، لانه ضيع فرصه هدف، وفي فرصه تانية شبه محققه برده جات له لما اتلعبت له من على الطرف من حسين الشحات وهو قبل ال6 ياردة بحاجات بسيطه، والكره عدت من تحت رجله، واكتر من كوره في نفس الشوط لغايه ما خلص الشوط الاول عشان يتحول كهربا في طريقه ادائه خالص في الشوط الثاني. المهم يعني ان فرص زي دي بتحسب ماتشات كبيره ومحدش كان ضامن باقي الماتش يمشي ازاي. وبعد ما كهربا ضيع الكره دي افتكرت على طول كره الهلال السوداني في السوداني في 2020 لما كهربا لما حارس المرمى وطلعها بره. ممكن ده يخليك تتفائل شويه يعني وتقول ان في تشابه كبير بين البطوله دي وبطوله القاضيه ممكن، ولكن يعني انا بالنسبه لي شايف ان دي فرصه لو ضاعت تبقى دي مشكله كبيره. فكولر لحد الدقيقه 41 وهو بيلعب ضغط منخفض في نص ملعبه، وده لانه طبعا ايقن كويس قوي ان افريقيا لا تؤخذ غلابه، ومش شرط ان انا كل ما اروح الاعب فريق احس انه اقل مني فاقوم جاي ضاغط عليه من قدام واعمل فيها شبح، ولكن افريقيا بتتلعب بالعقل. فالراجل استنى في نص ملعبه وفايز 1-0 مش متضايق من حاجه لغايه الدقيقه 41. دي كانت اول مره يضغط لقدام. الكره اللي اخذ فيها حمدي فتحي انذار لو انت مش فاكر يعني، فحمدي فتحي اخذ انذار لانه عمل فاول لما كان بيضغط على قلب الدفاع بتاعهم. فكده تقدر تاخد بالك طبعا بعد ما تراجع الكلام ان حمدي فتحي ايه اللي جابه هنا. اللي جابه هنا ان احنا كنا بنضغط عالي وبدانا ناخد اخر 5 دقايق الريسك، وده لان كولر برضو اشتغل على دراسه الترجي بدنيا وعارف ان الترجي بدنيا هيقع في الاخر. في اخر 5 دقايق طبعا في الشوط الاول كان قرر ان هو يضغط عليهم، وطبعا ده برضو بان جدا في الشوط الثاني خاصه من الدقيقه 60. ونزلنا الشوط الثاني وفي كذا حاجه كده اتغيرت، اكن في ناس روحت وناس جت مكانهم. اولهم كان كهربا وحمدي فتحي اللي مستواهم مختلف تماما في الشوط الثاني. والحاجه الاغرب بقى كانت الحكم بالنسبه لي. الحكم في الشوط الاولاني كان ماشي كويس جدا، ما كانش بيحسب اي حاجه، متاثر باي ضغط من ضغوط الترجي. لكن في الشوط الثاني عمل حاجه غريبه. في الدقيقه 49 اول حاجه حصلت كانت كارت احمر مستحق تماما لبن علي لما دخل على معلول دخله معروفه ان هي تتاخد فيها كارت احمر على رجله الثابته بنعل الجزمه، ومع ذلك الحكم كان شايفها كويس فادى انذار، والفار حتى ما فكرش يقول له تعالى بص عليه. واستمر الحكم تقريبا باقي الشوط كله على الموضوع ده في الفاولات وفي اي حاجه مشكوك فيها، ولكن يعني مش ده المعضله قوي. وبدا بقى كولر يلعب على الكر والفر، ولغايه الدقيقه 55 كان بدأ الموضوع يبقى كرات طولية متبادلة من الفريقين. ومن هنا بدأ كولر يدور على التركة التانية اللي هيحاول يستخدمها، وهي المسافة اللي بين قلبين الدفاع، واللي حاول يستخدمها في الشوط الأول ولكن كهربا ضيعها. المرة دي في 7-8 دقايق كده قبل ما الهدف بتاع بيرسي تاو التاني يجي، واللي جه برضه بنفس الطريقة. كولر كان بيلعب كرات طولية في ظهر قلبين الدفاع، وبرضه الترجي كان بيلعب كرات طولية كتير، بس الترجي كان بيعملها قصر ديل يعني لأنه ما بيعرفش يعمل غيرها. ولكن الشناوي ومروان عطية كان واضح جدا ان عندهم تعليمات واضحة جدا جدا بان هم يلعبوا الكرات في ظهر قلبين الدفاع. وفي الاخر خالص في الدقيقة 55 اخيرا الكرة اتلعبت في ظهر ياسين مرياح وخدها بيرسي تاو، وقدر في الاخر خالص انه يسجل بيها الهدف الثاني في الدقيقة 55. بعد كده بقى الموضوع اتقلب للسيرك القومي، واصبح الاهلي مهيمن تماما يمينا ويسارا على ارض الملعب، وكل اللي بيحصل في ارض الملعب ان لعيبة الاهلي بتتناقل الكرة بشكل جميل، والموضوع كان شكله شيك قوي واداء جميل وكل حاجه كانت ممتعه. ولاعيبه الترجي كانت مستفزه جدا وبتحاول تعمل اي حاجه لغايه لما ادركوا الحقيقه ان ولا لياقتهم ولا سنهم يسمحوا لهم من بعد الدقيقه 60 ان هم يقارعوا الاهلي، فبالتالي لجأوا لان هم يمشوا الماتش عشان النتيجه تخلص كده. وفريق الترجي كله يعني اللهم الا مثلا من رمضان هو تقريبا الوحيد اللي كان بيحاول يعمل حاجه، ولكن مروان عطيه كان واقف قدامه كويس جدا. فمروان عطيه قدر يوقف بين رمضان، ولكن مروان عطيه النهارده عمل مباراه من اسوأ مبارياته تقريبا. لمس الكوره 56 مره بس
تمريراته الناجحه كانت 70% بس، وده اسوأ معدل وصل له مروان عطيه من اول ما بدأ تقريبا مسيرته مع الاهلي. فبسم الله ما شاء الله عليه، يعني في اسوأ حالاته كان مؤثر وكان ليه دور كبير جدا في انهاء خطوره بن رمضان تقريبا. فكولر قدر يشتغل كويس قوي على الاثنين اللي كانوا اكتر اثنين مؤثرين واكتر اثنين بيتحكموا في رتم واداء الترجي، اللي هم محمد علي بن رمضان وياسين مرياح، وقدر يسيطر جدا على معدل نقلاتهم ومعدل لمساتهم للكوره، لدرجه ان دي اقل مباراه تقريبا قدر يمسك فيها ياسين مرياح الكوره وينقل الكوره. لمس الكوره 71 مره بس. قلت لك قبل كده انه في ماتش شبيبه القبائل في الجزائر لمس الكوره 108 مره، على العكس تماما في الماتش ده. اضطر طبعا نبيل معلول ساعتها انه ينقل تحضير اللعب عند توجاي، وتوجاي طبعا كان اقل منه ولكنه برضه عمل مباراه كويسه ولمس الكوره 106 مره. بالتالي لمس الكوره طبعا اكتر بكتير، لان قلت لك ان كولر كان بيحاول يوجه الكوره انها تروح ناحيته، وطبعا ده اثر كتير جدا بالسلب على اداء الترجي في الماتش. نجم المباراه طبعا، وده مش بالنسبه لي بس، ده بالنسبه لاي حد، هو بيرسي تاو. ومش بس عشان جاب جونين، لا، بيرسي تاو حرفيا كان واخد الجنب ده كله شوارع، لدرجه انه عمل 5 مراوغات كلهم على الخط. بيرسي تاو عمل كل حاجه في الماتش ده، كان متألق جدا في نقل الكوره ونقل الفريق ومحاوله التحكم في رتم اللعب والقيام بدور صانع اللعب لو دخل لجوه شويه. حتى الهدفين اللي جابهم كانوا عن طريق التزامه التام بتعليمات مدربه، واللي قال له يقف فين ويقف امتى. فبالتالي بيرسي تاو بلا منازع كان نجم المباراه. لعيبه كتير جدا في الاهلي كانوا متالقين بصراحه، وما كانش فيهم حد وحش قوي ولا حد ملحوظ. ويعني حتى اللي كان مستواه قليل شويه كانت زمايله مساعداه في ان الفريق يظهر بشكل كويس. وعلى غير العاده مثلا واحد زي اليو ديانج كان شكله كويس جدا في الملعب النهارده، الاخطاء ما كانتش كتيره. طبعا ده لسه مش اليو ديانج بتاع زمان، ولكنه على الاقل مش اليو ديانج بتاع الماتشين 3 اللي فاتوا. فمن الاخر يعني اللي حصل في رادس النهارده هو حرفيا الاهلي التهم الترجي التهام كامل. الاهلي وجه كل الاهانات الممكنه في الملعب للترجي، الاهلي عمل كل حاجه ممكنه في الملعب، لدرجه ان كولر في اخر الماتش في اخر ربع ساعه كان بينزل محمد طاهر ومحمد شريف عشان يريح اللعيبه، لانه خلاص اعتبرها حصه تدريبيه او ماتش في الدوري المصري مع فريق في منتصف الجدول. انا خلاص كسبته ومضطر اريح لعيبتي عشان الماتشات اللي جايه. خلاص سمعت واستمتعت واتبسطت. اللي عايز اقول لك حاجه واحده، الماتش لسه ما خلصش، في مباراه تانية هنا في استاد القاهره لسه 90 دقيقه. لازم تحترم خصمك كويس قوي عشان تقدر تتاهل، انت لسه ما تاهلتش والتاهل ما اتحسمش. فنركز في ماتش العودة سواء لعيبة أو جمهور، وإن شاء الله بإذن الله برضو لازم الجمهور يتواجد وبكثرة ويملى ال50,000 متفرج مهما كانت المشاكل. مش عايزين إن شاء الله أي مشاكل، وبإذن الله يا رب مشاكل الجمهور كلها تتحل. عايزين نعمل حسابنا على ماتش العودة كويس ونركز في الملعب أكن ماتش الذهاب ما حصلش، أكننا تعادلنا هناك 0-0، ولازم نكسب على أرضنا، وكل واحد فينا يعمل دوره على أكمل وجه. السلام عليكم.